عمل ماتش ولا اروع ولا اجمل. اولا شكرا لجمهور المغرب الشقيق اللي ما خيبش الظن فيه، اللي كان متواجد في الملعب بكثافه وشجع الاهلي بكثافه. والاهلي لو بيلعب في استاد القاهره بالظبط كانه بيلعب في استاد طنجه، بصراحه بيلعب في استاد طنجه كانه بيلعب في معقله في القاهره. الجمهور المغربي بيشجع النادي الاهلي كانه بيشجع الوداد يا جماعه، كانه بيشجع الرجاء. ودي روح عاليه جدا جدا جدا، والروح دي ناتجه عن حاجات كتير جدا جدا، بجانب الاحساس العربي الجميل والدوله الشقيقه والشعب الشقيق وكل المشاعر الوطنيه اللي بينا والعروبه اللي بينا، لان عظمه الاهلي بتخلي الناس تنظر له دايما انه كبير، وانك تقف تشجع الكبير. هو ده المهم، ان الاهلي كبير افريقيا، ان الجمال المحترمين في المغرب الشقيق. يعني سواء الاداره في اداره الاتحاد المغربي لكره القدم، اللي يعني من ساعه ما النادي الاهلي دخل او وصل الى المغرب واستقبال منقطع النظير. وشفنا النهارده الصور استقبال او زياره السيد فوزي لقجع للنادي الاهلي واجتماعه مع كابتن محمود الخطيب، حاجه تحفه. يعني الناس هناك الحقيقه على مستوى اداره الاتحاد، بشكر تاني السيد فوزي لقجع، السيد محمد المقروف، وبشكر كل الاتحاد المغربي لكره القدم، بشكر السفير المصري السيد ياسر عثمان الحقيقه وكل اعضاء السفاره هناك على يعني حبهم ويعني مساندتهم القويه للنادي الاهلي. لكنه يتبقى اثنين لابد من الشكر. الاول هذه الجماهير المغربيه الغفيره الرائعه الجميله. انا شعرت ان النادي الاهلي بيلعب في وسط استاد القاهره، في وسط جماهير مصر، في وسط جماهير النادي الاهلي. انا حضرت ماتش الاهلي والوداد، قلت لكم هم جماهير شرسه جدا دون ادنى خروج عن النص في تشجيع فرقها. شوفوا كل كره توصل لاوكلاند سيتي تعدي نص الملعب، صفافير، كورنر، فاول، اي حاجه في ريحه الخطوره على النادي الاهلي، صفافير بيتعبوا اعصاب الفريق المنافس. كل هجمه مع النادي الاهلي تشجيع منقطع النظير. دخل الهدف الاول اتنططوا، الثاني طاروا من الفرحه، الثالث بقى سابوا الملعب ومشوا اطمنوا على النادي الاهلي. والاهلي بيقول لهم متشكرين، والجماهير المصريه بتقول لهم متشكرين. الف مليون شكر على هذه المسانده الرائعه الجميله. دايما 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 كلنا كده كعرب في ظهر بعض. وهنا الجماهير المصريه ايام المغرب في كاس العالم كنا هنتجنن على المغرب، وهذا الشعور وصل سواء من رد فعل الجماهير عبر السوشيال ميديا او عبر البرامج. وكل الحقيقه كل النوافذ كانت بتبين قد ايه المصريين بيعشقوا المغرب وكل ما هو عربي. وجاء الوقت اليوم عشان الجماهير المغربيه تعبر قولا وفعلا وعملا. بشكر زميلنا اولا، وبتكلم على الدعم الجماهيري الكبير من جماهير المغرب للنادي الاهلي. انت حضرتك طبعا لعبت بره كتير، انت وكابتن رضا. هل لما تبقى جماهير الدوله العربيه بتساندك وبتأيدك